بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد وأسبوع جديد من أيامنا الحلوة، من أيامنا الجميلة، من أيامنا الممتعة مع كأس العالم، مع منتخبنا اللي بيسطر ملحمة في بلاد العم سام في أمريكا والمكسيك وكندا. اسمحوا لي وقبل كل شيء أرحب بضيوفي ضيف حضراتكم النهاردة في حلقتنا من كلام في الكورة، كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك السابق الكابتن مصطفى الليثي. برحب بيك كابتن مصطفى، الحمد لله على السلامة. اهلا بيك يا كابتن ريم، برحب بحضرتك وبرحب بالكابتن رامي. مشرفنا ومنورنا كابتن مصطفى الليثي اللي لسه جاي حالا من الولايات المتحده الامريكيه، ودي ليها وقفه كبيره جدا. محللنا الرياضي الجميل وكابتن مصر ونادي الزمالك السابق حبيبي واخويا وعشره العمر كابتن رامي سعد، ورحب بيك، مشرفني ومنورني. مساء الفل يا كيمو، دايما طبعا يعني وحشتني بقالنا فتره ما اتقابلناش. طبعا بتشرف بتواجد معاك يعني بتشرف جدا اول مره التقي بكابتن مصطفى الحقيقه، ومنورنا ومشرفنا والحمد لله على سلامته. منور البرنامج ومنورنا دايما ودايما معانا كده ان شاء الله. طبعا يعني كابتن رامي يعني اكتر من اسبوعين ما تقابلناش بيه، محللنا الدائم هو والجميل شريف اسلام. يمكن الاسبوعين اللي فاتوا كان عندنا لقاءات كده فتاخرنا على حضراتكم، ولكن فرصه ان شاء الله نرجع تاني وجدولنا يبقى منتظم مع كابتن شريف ومع كابتن رامي سعد. كابتن مصطفى الحمد لله على السلامه حبيبي، وكنت بتبلو بلاء حسنا مع المنتخب، لك دور كبير جدا جدا، عملت مجهود عظيم انا بحييك عليه، لكن هلوم عليك ان انت كنت حاجز التذكره على اننا اخرنا دور ال 16 بالظبط كده بالظبط كده. فانت دلوقتي بعد يعني انت كل المباريات انت موجود في الاستاد، انت واسرتك واولادك واسلام، وعاملين شغل رائع بصراحه هناك ومع الجهاز وفي المعسكر، ويمكن دخلت معانا زوم مره واثنين. لكن كانت مفاجأة كابتن مصطفى ان احنا يعني بفضل الله وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، مجهود واخلاص وعرق كابتن حسام وجهازه الفني، لعيبه رجاله واتحاد كوره وجمهور مصري عظيم وجمهور عربي اعظم كان واقف، وكنتوا بتسطروا هناك ملحمه في كل مباراه وقبل المباراه وبعد المباراه مع لاعيبتنا. فالصعود لدور ال 16 حلم كابتن مصطفى. حلم. انا والله بكلمك بامانه، انا لو كنت متاكد من الموضوع ده ما كنت هكمل بامانه، لان الوضع ان انت راجل مغترب تبقى مشجع مختلف. لا ولاعيب كوره وبعدين انا منتخب مصر يعني الحمد لله اتاحت لي الفرصه ان انا اكون متواجد في الفندق اللي مقيم فيه المعسكر، والحمد لله برضو اتاحت لي الفرصه ان انا اخش واسلم على الجهاز. فانا من خلال حضرتك طبعا وكابتن رامي سعد، انا في امريكا متابعك ومتابع الكابتن رامي بصراحه، بحترمه في ارائه الفنيه، وراجل محلل بيقنعني انا شخصيا، ما بيجليش صح يعني. فانا مبسوط ان انا بشوفه يعني اول مره في مصر يعني. بس يا كابتن كريم لو تسمح لي كده بس في عجاله كده، طبعا الجهاز الفني كلنا بنرفع له القبعه، واخد حقه من الاعلام واخد حقه من السوشيال ميديا، وده حقه الطبيعي، بس في شويه اشخاص بيعملوا تراجعوا والله. لا انا بكلمك على جزئيه ثانيه. في ناس بتعمل في الجهاز الفني. انا لما شفت في المنتخب شفت انت في العماله اللي هي بيعملوا المهمات الخاصه بتاعت ادوات اللبس، طبعا على راسهم محمود سليمان. الراجل ده قايم بدوره على اكمل وجه، حتى هم مسمينه كابتن ربيع، كابتن رامي تميمه التفاؤل والمكسب. هو بقاله كتير جدا مع المنتخب كمان يعني، عاصر كل المنتخبات. انا سعيد ان انت عارف الشخص اللي انا قايم بمجهود جبار، الناس المحترمه بالظبط. فانا من خلال حضرتك طبعا والكابتن رامي، يمكن دي كمان اهو يعني مخرجنا اسلام بيعرض لنا كل الصور مع الجهاز ومع اللعيبه، صور لمنتخبنا على مدار مشاركاتهم في البطوله. يا ريت لو تجيبوا لنا بقى لقطه كابتن حسام مع عمال المهمات ومع المحلل الاداء، هاتوا لنا الحاجات دي عشان الناس دي حقهم علينا، زي ما كابتن مصطفى بيلفت نظرنا ان احنا نطلعهم للناس، وان احنا نقول للناس دي شكرا وشكر الف شكر على مجهودكم وعلى تعبكم مع منتخبنا ومع لاعيبتنا، لان الناس دي والله بتواصل الليل بالنهار وما بتنامش عشان خاطر تشوفوا اللعيبه وتشوفوا المنتخب بهذا التركيز وهذا الاداء الجيد اللي يا رب تكمل على خير ان شاء الله يوم الثلاث ان شاء الله، ونروح لما وراء المنطق باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. فانا طبعا كنت سعيد الحظ ان انا اقضي يومين مع البعثه. اول لقطه ليا يا كابتن كريم ما شفتهاش مثلا من 10 سنين يا كابتن رامي، الالتزام، الانضباط، التركيز من كبير وصغير. فانا قلت طبيعي كده
اكيد ربنا هيكرم. نعم. وهو ده فعلا النتائج اللي بتحقق ده طبعا توفيق من عند ربنا. نعم. باخلاص كل الجهاز الفني واللاعيبه كلهم مركزه، وان شاء الله باذن الله املنا ان احنا ان شاء الله نفرح بيوم الثلاث. واكبر دليل في اللي احنا بنتكلم فيه يا كابتن رامي فوز النرويج حالا على البرازيل. صحيح. مصر عندها ان شاء الله فرصه تخش التاريخ باذن الله. والمقابله قدام الارجنتين اصلا انجاز. صحيح. فمباراه عالميه بيشاهدها كوكب الارض وانت بتلعب في اعلى ليفل في كره القدم يا كابتن رامي. فانت كون ان انت تقابل بطل العالم، بطل العالم، بطل اخر نسخه بالظبط كده، واحسن لاعب في العالم. نعم. فده شرف بحد ذاته للكره المصريه. باذن الله نركز، وان شاء الله باذن الله هنحقق حاجه الشعب المصري والعربي كلها بيتمناها باذن الله. ونقدر. حاجه بس اخيره قبل ما اتكلم في الجزئيه دي، في كل نواحي يا كابتن رامي بنتمنى طبعا نتيجه ايجابيه لمنتخب مصر. لا قدر الله حصل في اخفاق في اي شيء، بنرفع القبعه للناس دي. الناس دي حققوا انجازات. اول مكسب وصول للدور 30، نوصل لدور 16، فده انجاز يا كابتن رامي. صحيح. فاحنا ان شاء الله اتمنى من كل المنظومه الرياضيه المسؤولين عن الرياضه، الناس دي وهي جايه في المطار يبقى ليهم استقبال يليق بيهم ويليقوا بالانجاز اللي حققوه واسعدوا بيه الشعب المصري والشعوب العربيه. طيب انا هزيدك من الشعر بيت وهقول لك ان الاستقبال الرسمي اللي هيتم لمنتخبنا كائنا من كانت النتيجه امام الارجنتين قد يفوق كل التوقعات، وقد لا يتخيله ولا يتوقعه احد، ولكن خلونا ما نسبقش الاحداث وخلونا ان هي تمشي بس ان شاء الله على خير. وان شاء الله يا رب ما يرجعوا، يعني يفضلوا مكملين للربع النهائي ونص النهائي والنهائي، وعايزين حتى يكملوا هناك يكملوا، احنا نروح نحتفل معاهم هناك في امريكا مش مشكله، بس يفضلوا مكملين ونفضل عايشين الحلم زي ما في ميسي، زي ما في كريستيانو. عندنا محمد صلاح، عندنا 11 محمد صلاح، والله عندنا روح واحده وعندنا ايمان وعندنا عزيمه وعندنا الجرينتا بتاعت حسام حسن اللي زارعها في اي لاعب بينزل، من اول مصطفى شوبير لحد مصطفى زيكو في اصغر واحد واخر واحد منضم للمنتخب، لحد حمزه عبد الكريم واحد من اصغر اللعيبه في المونديال ككله وفي تاريخ المونديال على مستوى النسخ كلها السابقه. فاحنا كلنا ثقه وكلنا امال وكلنا طموح في منتخبنا. ان شاء الله باذن الله هنقدر وباذن الله وبعزيمتنا وبالتفاؤل وبالروح الحلوه هنقدر ان احنا نروح لابعد من مباراه الارجنتين باذن الله. كابتن رامي، يعني قبل بس ما نخش في الفني والكلام ده كله، يعني ايه هاتها لي كده من الكنترول وطمني وطمن مشاهدينك وطمن جماهيرك، لان الحاجات دي انت ملك التوثيق فبترجع تاني تفكرنا بالفيديوهات. فقول لي كده احنا رايحين فين كده في ماتش الارجنتين، وبعد كده ايه نبتدي نتكلم بقى فني براحتنا. طب خلينا نقول الاول ان احنا طبعا يعني مبسوط جدا من الشغف والحب والحاله اللي انا حاسسها من كلام كابتن مصطفى. الحقيقه راجل شاف المعسكر، حس بيه، شاف الروح العاليه اللي جوه المعسكر بتاع منتخب مصر في امريكا. فعجبني قوي روحه الحلوه قوي وتوقعاته الجميله، اللي هو عارف في شغف حتى في كلامه كده، تحس ان انت في شغف، يعني عنده فرحه كده وعنده احساس ان هو نفسه يفرح. فخلينا نقول ان منتخب مصر الحقيقه عمل سطر واحده من اعظم الحاجات في التاريخ الكره الحديثه والكره المصريه في كاس العالم. دوري مجموعات، ولا اعظم ولا اروع من كده. الحقيقه اداء مميز جدا واداء اكثر من رائع. المباراه الاخيره مع استراليا الحقيقه اللي واحده من احسن المباريات اللي عملها منتخب مصر، من نواحي تكتيكيه، من نواحي تنظيميه، من تركيز كابتن حسام حسن الحقيقه في التغييرات وتوقيتاتها اللي فرقت كتير جدا مع منتخب مصر. وكان مركز قوي في المباراه دي يا كريم، الاخطاء اللي كانت بتحصل قبل بالظبط كده. فالحقيقه عجبني قوي اداؤه، حضوره، تركيزه، هدوءه، وده انطبع على لعيبه داخل الملعب يا كابتن مصطفى. وشفنا منتخب مصر لعيبه بتشتغل بشكل تكتيكي منظم. اوقات كان الملعب بيروح منك، ولكن كان في عندك حاله من التماسك والاصرار على الفوز، وان انت بتلعب في دور الاقصائي وانت مش قلقان، انت مركز انك تكسب. كان عندك اكتر من فرصه الحقيقه، كنت تقدر انك تسجل من بدري جدا بكره مرموش الاولانيه. محمد صلاح عنده واحده هنقول جت على رجله اليمين، ولكن يعني انت كمنتخب مصر في المجمل الحقيقه كان ادى مباراه ممتازه في ظل الظروف اللي بيمر بيها منتخب مصر من الحاله الجميله، الروح والاصرار والعزيمه اللي بثها حسام حسن الحقيقه في الفرقه. فهنروح فين؟ هنعدي الارجنتين
وهنعمل مباراه ملحميه قويه جدا، وخاصه بعد تصريحات ليونيل ميسي الاخيره ان هو مش شاف منتخب مصر ومش عارف حد فيه، حتى محمد صلاح. لا قال كده في المؤتمر الصحفي ان هو ما عندوش معلومات عن منتخب مصر، ما عرفوش. فده في حد ذاته انا اعتقد ان هو موتيفيشن عاليه جدا على السوشيال ميديا، ان يعني عشان في تصريحات منسوبه لان هو بيفخم جدا جدا في مصر، وفي تصريحات ان هو بيقلل من مصر. اعتقد خليني اقول لك ان كابتن ابراهيم حسن رد عليه، يعني هو كابتن ابراهيم حسن طلع رد عليه وقال ان احنا كابتن ابراهيم كان في الاول ان احنا قلنا، كابتن ابراهيم طلع وقال ان احنا عندنا 26 احنا عندنا 26 محمد ميسي، عندنا 26 ميسي، عندنا محمد صلاح واحد من اعظم اللعيبه في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم، واحد من افضل 3 لاعبين على مستوى العالم في ظل الدوريات العالميه الكبرى في اخر 5 سنوات، في عز وجود ميسي ورونالدو في المنافسه. كان الثالث بتاعهم محمد صلاح، ولكن طبعا لامور تسويقيه كانت الدنيا بتوجه ناحيه بتروح لديمبلي وبتروح لمبابي. ولكن انت بتقول النهارده ان عندك واحد من اعظم 3 في العالم لمده 5 سنوات محمد صلاح. فطلعنا قلنا ان كابتن ابراهيم حسن طلع وقال ان محمد صلاح، انتوا عندكم ميسي واحنا عندنا محمد صلاح وعندنا 26 لاعب ميسي. انا معاه. الموتيفيشن اللي بيزرعها كابتن حسام وبيساها جوه اللعيبه الحقيقه انا مبسوط ومتفائل بيها. انتقادنا كابتن حسام في اول البدايات في عدم انتقائه لمصطفى محمد ومحمد شحاته ومحمد اسماعيل واكتر من لاعب واكرم توفيق، ولكن الحقيقه المجموعه اللي هو اختارها بتأدي بشكل جيد جدا، بيأدوا اكنهم كريم، اكننا زي ما بيقولوا كده زي زمان كده كنا في الجهاديه على الجبهه بنحارب. اللعيبه الحقيقه بتقاتل بشكل كبير جدا، يمكن في فوارق فنيه بيننا وبين منتخبات كتيره، ولكن الحقيقه الاصرار والعزيمه زي ما بيقولوا كده كابتن طغى على كل شيء. وشايفين الحاله الجميله اللي بيعملها منتخب مصر الحقيقه حاله عظيمه. يكفينا فخرا ان السيد الرئيس يطلع يبارك ويهني الشعب المصري ويهني منتخب مصر الحقيقه على الاداء الرائع. بنتمنى طبعا فوز منتخبنا على منتخب الارجنتين، واحنا عندنا الامكانيات يا جماعه، احنا عندنا القدره على فكره، احنا عندنا منتخب جيد جدا. منتخب الارجنتين قدام كاب فيردي كان منهك وفي بعض الاوقات ما كانش بيأدي بالشكل اللي هو المخيف يا كابتن مصطفى. فبالتالي اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نعبر منتخب الارجنتين ان شاء الله يا بنتيجه ايجابيه، يا ان شاء الله نكسب ضربات جزاء ونبقى وصلنا للهدف. سجل يا بودة. 1-1 يا بودة، وان شاء الله ضربات جزاء منتخب مصر او 2-1 لمنتخب مصر ان شاء الله. طيب قبل ما نروح للاسئله الفنيه وقبل ما نخش في نقاشنا الفني مع 2 من النجوم الكبار جدا كابتن مصطفى كابتن رامي، خلونا نفرح مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه. ربنا يحفظه ويبارك فيه ويحفظه لبلدنا، وكان اول المهنئين للمنتخب والكابتن حسام والصلاح وكل اللاعبين. فخامه الرئيس كتب على صفحاته وعلى الاوفيشال كل الصفحات الرسميه بتاعه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي: أهنئ ابناء مصر ابطال المنتخب الوطني لكره القدم على هذا الانجاز التاريخي بالتاهل الى دور ال16 لكاس العالم لاول مره في تاريخ المنتخب وفي تاريخ مصر. لقد أثبتتم أن الإيمان بالقدرة والتنافس بروح الفريق والتصميم على الفوز يحقق الإنجازات. كل التوفيق فيما هو قادم، وبإذن الله تستمر مسيرة الإنجاز والفخر. وعلى ذكر هذه هذا البوست وهذه التويته اللي فخامة الرئيس كتبها، يمكن إبان وجود كأس العالم هنا في جولته في مصر. كان فخامة الرئيس داعب المصريين وداعب العالم كله، داعب مسؤول الفيفا وفي حضور الوزير خالد عبد العزيز، وكان قال يمكن الكاس نقدر نجيبه يعني ممكن ولادنا يروحوا ويأدوا ويجيبوه. فان شاء الله يا رب ونظرته الحقيقه كريم للكاس وهو بيقولها طبعا يعني يكون فأل حلو ان شاء الله باذن الله يا رب، عشان يضاف لكل الانجازات اللي بتحصل في بلدنا. ربنا يحفظ مصر من كل سوء، ويذكر لفخامه الرئيس بقراراته الشجاعه. هو دايما الامور في مصر لما بتحسم كده من القياده السياسيه وفي حاجات معينه سيادته بيتدخل فيها مباشره، لما رفض فكره البحث عن مدرب اجنبي وقال ليه لا المدرب المصري والمدرب الوطني ما يروحش، وطلع صوت الشعب وطلع صوت مصر باسم مدرب من العظماء كابتن حسام حسن والتوأم تولوا المهمه، وادينا بنجني هذا يعني ثمار هذه التجربه اللي ان شاء الله يا رب تتم على خير.
كابتن مصطفى خلينا نتذكر كده مع بعض المباريات التي اقيمت من دور ال 16 قبل ما اروح لتحليل فني عن مباراه مصر. اولى مباريات هذا الدور بدات بالمغرب وكندا، وطبعا المغرب مشرفانا ومشرفه افريقيا ومشرفه العرب، وان شاء الله باذن الله باذنك انت يا رب يوصلوا لنهائي البطوله. الفوز ب 3-0 في دور ال 16 اول مباراه المغرب بيحسمها لصالحه. في مباراه طبعا الشوط الثاني وياسين بونو كان في حته لوحده. ثاني مباراه باراجواي وفرنسا، وفرنسا بتقدر تفوز بهدف ضربه جزاء لكيليان امبابي في مباراه كانت صعبه جدا جدا جدا، لكن الديوك الفرنسيه قدرت ان هي تحسمها. منذ قليل المباراه اللي زعلتني انا شخصيا لان انا برازيلي حتى النخاع، وكنت متراهن مع كابتن مصطفى على المباراه وهو كسب الرهان بقى مش مشكله. النرويج بتعمل مفاجاه كبيره جدا وبتكسب البرازيل، والفايز هيواجه المتاهل من المكسيك وانجلترا اللي هي بقى نهائي مبكر. يعني ده نهائي من حاجات بقى من ايام الستينات والسبعينات بقى. المكسيك وانجلترا احنا هنشوف مباراه اصلا هي قبل ما تبدا الدنيا اصلا بايظه، يعني الدنيا هناك ولع منهم وعمالين ياجلوا الماتش ويرجعوا ميعاده تاني، والجماهير تروح عند ده والجماهير دي تروح هنا، والدنيا هناك ربنا يسترها يا رب وتعدي على خير. المكسيك وانجلترا اللي هيلعب منهم هيروح للنرويج طبعا متاهل من مباراه البرازيل. البرتغال واسبانيا وده برضو نهائي مبكر، مباراه صعبه جدا، هنزعل على اي فرقه من الاثنين هتخسر. الفائز منهم هيواجه المتاهل من امريكا وبلجيكا، اللي مش عارف امريكا المهاجم بتاعها رجع يلعب ازاي. يعني المدرب الراجل اللي اتطرد ده الماتش اللي فات طلعوا له النهارده تظلم، وعمك عم الراجل بتاعنا ابو نسمه اسمه ايه؟ ابو حنان. ابو حنان طلع قال لك ابو حنان طلع قال لك اللعيب هيلعب فالدنيا ماشيه. طب خلاص عشان كابتن مصطفى بقى راجع امريكا الاسبوع الجاي. الله يخليك ربنا يكرمك. امريكا وبلجيكا يوم الثلاثاء، وهيواجه المتاهل من اسبانيا والبرتغال. ومسك الختام ان شاء الله يا رب، والفرحه الكبيره قوي 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 اللي مستنينا، والحلم اللي مش هيبقى بعده حلم، مصر والارجنتين. كل التوفيق لمنتخبنا باذن الله. كابتن مصطفى مش خايف على منتخبنا من ضيق الوقت، وان هنلعب يوم الثلاث وكنا لسه بنلعب يوم الجمعه، فكل مره كنا متعودين على 7 ايام و8 ايام عندنا استشفاء بنقدر ان احنا نقف على رجلينا. عندنا 2 من اهم اللعيبه عبد المنعم وفتوح مش هيلعبوا، ان شاء الله يرجع مع مهند يرجع يكون موجود. صلاح خلاص الحمد لله اطمنا عليه. لعبنا ماتش 120 دقيقه الجوله اللي فاتت، اجهاد كبير، المده قصيره، مفيش النهارده حتى التمرين بسبب العاصفه تم الاكتفاء بساعه واحده وكملوا في الجيم. فنيا الامر ده ياثر ولا لاعبتنا تقدر وكابتن حسام يقدر ان هو يأهل لاعيبته ونوصل بحاله الريكفري المطلوبه، لان كل لعيبه تبقى جاهزه في هذه المباراه؟ هو بالمنطق يا كابتن كريم طبعا الوقت قصير بالامانه يعني، خاصه لعبت 90 دقيقه واكسترا تايم. بس اللي انا عرفته النهارده برضو من تليفون، اول حاجه في المحاضره النهارده كابتن رامي تهنئه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كابتن حسام راجل ذكي، لما بتيجي اللعيبه بتلاقي في تهنئه كبيره من رئيس البلد برئيس بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي بتشيل كل الارهاق من اللعيبه، رغم ان فعلا بدنيا حافز كمان. الله ينور عليك، بدنيا هم ما خدوش الوقت الكافي، بس في عوامل ثانيه بتعوض بالظبط كده. فان شاء الله زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان اللعيبه بقى عندها طموح غير عادي. كل لعيب عايز يترخ، دي مباراه للتاريخ. بص العالم كله هيشاهد المباراه دي. هيقول لك الارجنتين بتلعب في الدور 16 يا كابتن رامي مع مين؟ مصر. يتكلم بقى عن مصر يقول لك ده الهرم، زي ما ناس كتير كلهم مدربين شغالين معايا فوجئوا بكل اداء مصر في الاول قدام بلجيكا. يقول لي تليفون مصر الفرقه بتلوك جريد، يعني منتخب مصر يلوك هايل يعني. ماتش بلجيكا بعديها ماتش نيوزيلاند، واخد بالك ازاي؟ ايفن الرئيس ترامب طلع بعد المباراه هنئ الجهاز الفني وهنئ محمد صلاح بعد نيوزيلاند، واخد بالك ازاي؟ جينا في ماتش ايران، كانت فرقه ايران فرقه سهله جدا، فرقه صعبه جدا. طبعا احنا بخبراتنا طبعا قدرنا ان احنا نعدي بالمباراه لبر الامان. انا شايف من وجهه نظري ماتش الارجنتين هتبقى 90 دقيقه. فاكر انت حرب اكتوبر؟ خد مني انا بجيب لك اللي هو بالظبط كده. هتبقى 90 دقيقه من حرب اكتوبر. اللعيبه مركزه ان شاء الله. الكابتن حسام تركيزه التكتيك بقى عالي جدا، بدليل ان احنا شفنا احسن اداره فنيه يا كابتن رامي للكابتن حسام. الماتش اللي فات قدر ان هو يحول الضغط بتاع استراليا من الكرات العرضيه من السرعات، يفك الضغط ده كله بالتغييرات الصح اللي هو عملها بنزول هيثم حسن، فتح الجبهه اليمين يا كابتن رامي، نزول تريزيجيه فتح الجبهه الشمال،
فضل عمق، خلى فيه مساحات لمرموش، تغيير الطريقه كمان 3-5-2 بالظبط كده قلبت لك الدنيا كتير. كابتن حسام، بص يا كابتن كريم، اي مدير فني في العالم عنده اخطاء. نعم. بس الميزه اللي انت كابتن رامي ما تتمداش في الخطا، تعلم من الاخطاء. بالظبط كده، وهو قرا الجيم كويس جدا، والحمد لله تغييراته كلها كانت موفقه جدا، وقدر ان شاء الله ان هو الحمد لله نعدي ونكسب المباراه. اعتقد ان ماتش الارجنتين ماتش هيبقى يوم بلاك على الارجنتين. يا رب. خد من انا وافتكرني الماتش اللي جاي ده. فرق شرق اسيا وافريقيا، الفرق الجنوب الامريكيه اللي هي فرقه ميسي دي بيكرهوا اللعب مع الفرق اللي هي زينا. بيقول شفت انت الاهلي في قدام ميامي، العيال ما كانوش شايفين من سألة اللعيب المصري. فده ان شاء الله اللي هيتكرر في ماتش الارجنتين. الكابتن حسام عليه يبدا ب 11 مقاتل اللي هم افضل 11 عنده يبداوا المباراه. وانا مبسوط دلوقتي ان هو بقى عنده بره كابتن رامي بدائل تقدر تصنع الفارق. هيثم حسن، تريزيجيه، كريم حافظ، اي حد بينزل دلوقتي، حسام عبد المجيد، اي حد بينزل، عبد الكريم لما بينزل لعيب جيد وعنده امكانيات كويسه. فالحمد لله، فهو عدل في التكتيك بتاعه، وعرف مين الناس اللي ممكن تبدا صح، والناس اللي في تغييراته هيبداوا ان شاء الله ويبقى لهم دور باذن الله. فرقه الارجنتين طبعا ما حدش يقلل من الارجنتين، فرقه كبيره طبعا، بطل كاس عالم يا كابتن رامي طبعا، ليهم اسمهم معاهم، ده هي احسن لاعب في العالم. بس ده ما يخوفناش يا كابتن رامي، احنا عندنا برضو لعيبه قدراتها الفنيه عاليه جدا. محمد صلاح، انا عايش بره، راجل بص عالمي يعني. تريزيجيه برضو ما شاء الله عنده من الخبرات برضو في الماتشات الدوليه. مرموش ما شاء الله، ده اللي المفروض يا كابتن رامي يبقى هو يشيل الرايه بعد محمد صلاح. طبعا هو عنده سوء توفيق ان شاء الله في الماتشات اللي فاتت، بس اتمنى باذن الله وجوده اساسي مهم ان شاء الله، وجوده اساسي مهم، واتمنى يكون فايق الجيم ده، لان فوقان مرموش هيقدر برضه يبقى في اضافه من الناحيه الهجوميه بالنسبه لمنتخب مصر. في المجمل مباراه صعبه جدا، احنا عاوزين نركز، وان شاء الله ما نستقبلش اهداف يا كابتن كريم في اول ثلث ساعه. طول ما الوقت بيعدي يا كابتن رامي، طول ما الوقت بيعدي ان شاء الله انت بتاخد ثقه اكتر وهو بيتوتر بالظبط كده. فان شاء الله انا بطمنك وبطمن الكابتن رامي وشعب مصر باذن الله، تفاؤلوا خير، وان شاء الله مصر هتحقق نتيجه ايجابيه تفرح بها العرب والشعب المصري كله باذن الله. اكيد يا رب. كابتن رامي، كل المحللين، كل الناس، كل البسطاء، كل المثقفين، كل الكرويين، كل الرياضيين بيتكلموا على خطوره ميسي. انا اتذكر في دوكو في ماتش بلجيكا، وده واحد من احرف اللعيبه الموجوده في العالم، واقوى وسنه صغير طبعا، وسرعات اكتر، وفي التوب فورم. محمد هاني كان حاطه في جيبه. خطوره ميسي اللي مقلقانا كلنا، وكلنا تتفق تختلف. اي حد يحب الكوره يحب ميسي، يحب كريستيانو، يحب محمد صلاح، هيحب نيمار، هيحب كيليان امبابي، هيحب عثمان ديمبلي، هيحب كل اللعيبه اللي بتلعب كوره وبتتمتع وانت بتتمتع بلامين يامال. كل الناس الحلوه هتبقى انت اوريدي. كلنا بنحب ميسي، وكلنا اي ميسي بيلعب في اي فرقه بنتابعه. مفتاح الغاء الخطوره، هنعمل اوف لميسي في المباراه دي يتعمل ازاي؟ مين اللاعب اللي كابتن حسام يفكر انه يلعبه مان؟ لان اختلافات كتير، مروان ولا حمدي فتحي. انا اتكلمت معاك يمكن قبل الحلقه، اختلفنا لما انا قعدت بصيت على التشكيل اللي ممكن يتلعب بيه، لقيت فعلا انت عندك حق ان هو هيبقى الاكثر احقيه بالمان تو مان لميسي. لا مش مروان، ممكن يبقى مهند لاشين او مروان. يبقى بس انا مش عايز افقده في نص الملعب، لان مروان الحقيقه عنده مجهود بدني عالي جدا جوه نص الملعب، بيتحرك تحت الكوره كويس قوي كريم، وبيروح دايما يعمل ديلي لاي كوره في نص الملعب في الكاونتر اتاك للخصم. الحقيقه فرقه نص فرقه عطيه، نص فرقه مروان عطيه فرقه، ومهند ده غيابه اثر علينا. خليني اقول لك بقى حاجتين الاول مهمين جدا. بس جاوب لي على السؤال بتاع ميسي، ان احنا كنا دي، لان هو 90%. كنا بنتكلم على ان احنا عملنا في بلجيكا ان احنا لعبنا بلو بلوك لتحت اللي هو الدفاع المنخفض، وده احنا مش محتاجينه في الارجنتين. ليه؟ خطوره ميسي في منطقه الجزاء، عنده دريبلر عالي، بيقدر واحد ضد واحد ضد اتنين، بيقدر يعمل تغيير اتجاه يا كريم، عنده الترنات بتاعته في السن ده عاليه اكيد، يعني عنده تغيير، يعني بيجري ويغير اتجاهه بالكوره في ثانيه. فده ممكن يعمل لك مشاكل في ضربات الجزاء لا قدر الله، فاولات كتير على ال 18. فانت مش محتاج تلعب لو بلوك هنا مع الارجنتين، انت هتحاول تلعب
اقصى حاجه نص ملعبك، لازم تقابل من قدام وتبقى في نص ملعبك عشان تبقى في السيف سايد طول الوقت، صح. عشان انت ما تعملش مشاكل ليك على ال 18. طيب ميسي نوقفه ازاي؟ ميسي عنده في اسلوب لعبه بقاله دلوقتي فوق 8 سنين ما بقاش بيعمل مجهود بدني عالي، صح. بيلعب بمخه اكتر، يقرا الملعب ويجري على المساحات الفاضيه اللي هو بيفرغها طول الوقت، بياخد دايما ناحيه اللاين وبعدين يفرغ عمق الملعب، بعدين كره تلعب يبدا يجري في عمق الملعب عشان يروح ضد واحد يخش على الجول. هو دايما عايز يروح وشه للجول لان هو من اقل زاويه تمرير بيقدر يجيب جول. ليه؟ لانه هو عنده التكنيك بتاعه خلاص، هو التكنيك بتاعه افضل تكنيك لاعب في العالم في الفتره الاخيره. فاعتقد ان احنا لابد ان احنا يبقى في مان تو مان على ميسي، لان الدفاع المنطقه هيبقى صعب شويه. يعني ايه؟ يعني النهارده ميسي لو راح ناحيه اليمين بتاعه الارجنتين هيلعب على كريم حافظ، او لو هو كابتن حسام لعب ب 3-5-2 او لعب ب 3-6-1 مش هيغير. لا ممكن كابتن حسام ما بيغيرش. يعني خليني اقول لك ان كابتن حسام ممكن يعمل ده لو كريم حافظ مش قادر يأدي والمجهود البدني هيبقى مضاعف عليه. اعتقد ان كابتن حسام ممكن يلعب بطريقه 3-6-1 اللي هو يقفل عمق الملعب على اخره ويبدا يطلع على التحولات على مرموش وعلى صلاح وعلى تريزيجيه، لان انا اعتقد ان واحد من اللعيبه المهمه جدا يا كريم اللي ما ينفعش تقعد على دكه الاحتياط تريزيجيه. لان لعيب مهم جدا، عنده النواحي الفنيه عاليه جدا، عنده الانتقال او الترانزيشن من ديفندنج للاتاكينج بيعمله بشكل جيد جدا، من الدفاع للهجوم بيشتغلوا كويس جدا. فاعتقد ان هو الوحيد اللي بينقلك، حتى لما نزل في المباراه الاخيره انت بدات تبقى قدام طول الوقت. انت كنت متراجع كتير قوي قبل التغييرات، يمكن زادت مع هيثم اكتر من تريزيجيه. هو هيثم لعيب وبعدين احنا كنا خلاص يعني فقدنا الامل ان احنا تهنا كده في الملعب. هيثم شدنا وخد الفرقه كلها. هيثم غير ان هو شدنا، هيثم وقف على الكوره. ايوه بالظبط، انا بقول لك فانت قدرت تاخد نفسك واللعيبه قدرت تتحرر من الضغط اللي كان معمول عليك من استراليا في الفتره دي. ودي برضو حاجات من الحاجات المهمه اللي اتكلمنا فيها. لابد ان احنا نشيد بدور كابتن حسام حسن وقراءته الجيده جدا لمباراه استراليا وتغييراته وتوقيتاتها. يمكن هو صبر على مرموش كتير عشان اسمه وعشان نجوميته وعشان ان هو لعيب مهم الحقيقه، واحنا دايما بنناشد ان مرموش يبقى موجود في الملعب، لان اللعيبه الكبيره كريم في المباريات الكبيره ممكن في اقل فرصه يعمل لك يصنع لك هدف، في اقل فرصه يقدر يعمل مشكله للخصم. فاعتقد ان هو عمل تغييرات جيده جدا في مباراه استراليا. كان كابتن حسام عنده تركيز عالي قوي في موضوع التغييرات، كان واجه بعض المشاكل في بعض المباريات، ولكن كابتن حسام لما بيركز وبيهدى نفسيا بيبعد عن التوتر اللي بيصنعه لنفسه داخل المباراه، لما بيركز بيبقى فايق جدا، بيبقى موفق جدا في تغييراته، قرايته للمباراه بتبقى جيده جدا. فاعتقد ان كابتن حسام هيقفل نص الملعب بشكل كبير جدا، لان هم خطورتهم كلها في نص الملعب، لان هم اللعيبه الثلاثه اللي بيلعبوا في نص الملعب لعيبه جيده جدا يا كريم ولعيبه مهمه جدا. وعنده مارتينيز بينقل الفرقه في ثانيه مع ميسي الحقيقه يا كابتن، بيحاول ينقل فرقه الارجنتين بسهوله جدا، عنده سرعات عاليه، عنده اللعيبه كمان بتاعت الارجنتين يا كابتن مميزين في الدريبلر بالكوره، كلهم لعيبه كوره كويسه، يعني كلهم عندهم المهاره بتاعت الدريبل بالكوره جيده جدا. فاللعيبه سهل جدا ان هي تخترق او تكسر الخطوط. فانت النهارده عشان تعمل مباراه فيها توازن بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه، لابد ان انت تعمل اول حاجه تضييق المساحات في نص الملعب، الطرفين بتوعك ما يبقوش طايرين على قدام طول الوقت، تعمل ثبات للعيبه شويه لحد ما تبدا زي ما كابتن مصطفى قال لك، قال كلمه مهمه جدا الحقيقه، قال اول 20 دقيقه محتاج اخرج بتعادل لحد ما الثقه واللعيبه تاخد الطمانينه بالظبط كده. هو كمان هيبقى مستعجل انه عايز يكسب، لان كل ما الوقت بيعدي قدامك بيحصل هو عنده ايه توتر. انا بالظبط كده، هو بيحصل عنده ضغط نفسي اللي هو بيبقى عايز يستعجل ان هو يجيب جول، فهيبدا يغلط، فتبدا انت تستغل الخطا فممكن تسجل ان شاء الله في دقيقه 25 او الدقيقه 30 ممكن تروح بكوره لصلاح لمرموش لتريزيجيه ايا كان ممكن مين يلعب. اعتقد ان كابتن حسام موفق في تشكيله بشكل كبير جدا الحقيقه. منتخبنا منتخب جيد، كلنا ثقه وامل فيه الحقيقه. سقف الطموح عند الشعب المصري عالي جدا، خلاص وصلنا للليفل الوحش. بقينا بنتكلم دلوقتي احنا ما بقاش عندنا مشكله دلوقتي انك هتلعب الارجنتين، وطموح الشعب دلوقتي ان انت هتكسب الارجنتين وزي ما قالت زوجة كابتن حسام حسن هنلاعب مين بعد الارجنتين، هنقابل مين، وكل مره وشها حلو على كابتن حسام حسن الحقيقه. فطبعا يعني انا شايف ان كابتن حسام هيلعب بتضييق مساحات، هيقفل نص الملعب لان خطوره الارجنتين في نص الملعب،
هيبدا يحدد مان مع ميسي في حاله الارجنتينيين امتلاكها للكوره، ويبدا مين ينزل مكان اللي هيبقى مان مع ميسي، لان ميسي هيبدا يتحرك من تحت خطوط الاثنين بتوع نص الملعب، فهيبقى طول الوقت بيتحرك. ميسي دايما تحركاته كريم دلوقتي بيعمل ايه؟ بيروح ناحيه الباك ويفضي فراغات في عمق الملعب، وبعدين اول ما بيمسكوا الكرة بيبصوا على ميسي بيجري في المساحه الفاضيه في عمق الملعب خلف خطوط المدافعين، ويبدا يروح للجول. هو عنده الحته دي مهمه جدا، فاعتقد ان شاء الله تبقى مباراه مهمه يعني لمنتخبنا، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يمكن قبل ما اروح للكابتن مصطفى، يمكن كان حصل يعني بعض المناوشات، بعض الامور اللي هي الاداريه اللي هي تشكيك في صحه مشاركه هيثم حسن. انا من دلوقتي باكد لحضراتكم يمكن استراليا قدمت احتجاج او قدمت مذكره ضد مشاركته ان في خطا اداري، ونيوزيلندا كمان عملت ده، لكن اتحاد الكره رد والجهاز الاداري رد ان موقفنا سليم بنسبه 100%، وان الامور كلها مع الاتحاد الدولي سليمه 100%، ومشاركه هيثم حسن من اول مباراه ايران سليمه بنسبه 100%. كان في بعض الحاجات كده على السيستم في الورق الخاص بيه هي اللي كانت متعطله في اول مباراتين، وان كان الاتحاد كان اتبلغ ان اموره تمام، بس هم فضلوا ان احنا خلينا في السيف سايد افضل، وان ما نغامرش في مباراه بلجيكا ومباراه نيوزيلندا. لكن الشكوتين هم والعدم، سواء من نيوزيلندا او استراليا في مشاركه هيثم حسن. نيوزيلندا اشتكت ان هو كان موجود جوه السكور شيت، واستراليا طبعا لانه شارك امام مباراه استراليا الملحميه اللي ربنا وفقنا فيها بفضل الله وفضل مجهود لاعبتنا وعرق الجهاز الفني. كابتن مصطفى، يمكن كابتن حسام اعتاد على اللعب مع المدارس الكبيره، يعني لعبنا اسباني، لعبنا البرازيل، لعبنا روسيا، لعبنا انا متعادل مع اسبانيا، ولعبت مع البرازيل، وعملت مباراه كويسه جدا، وخسرت باخطاء وكلام، بس لعبت. فده يخلينا اخش مباراه الارجنتين وانا تمام، انا اوريدي انا لعبت الليفل ده ولعبت المستوى ده ولعبت متاقلمه عليه ولعبت جاهزه له. لكن طريقه اللعب الانسب من وجهه نظرك ورؤيتك لدماغ كابتن حسام وتفكير كابتن حسام، هل هلعب بتحفظ دفاعي زي ما كابتن رامي بيتكلم بين التوازن بين الدفاع والهجوم؟ والتجربه اثبتت، خد بالك من دي، ان احنا لما بدافع ما بحققش المطلوب. يعني لما تراجعنا قدام ايران كان شكلنا مش احسن حاجه، وربنا سترها معانا. لما بهاجم وبروح وبلعب، لا كسبت نيوزيلندا 3 ولعبت على بلجيكا كنت هكسبها، وكنت هكسب استراليا لو كره مرموش كانت جت كنت هخلص الماتش. فلعبنا هنلعب لعبنا، ولا كابتن حسام برضه هيتعامل مع دي بطل العالم والارجنتين وميسي ورفاقه، وابتدي اختار طريقه لعب زي ما كابتن رامي بيتكلم بين توازن بين دفاع بين هجوم؟ طبعا بما لا شك فيه، طبعا الماتشات الوديه اللي اتعملت قبل البطوله دي نعم دي كان ليها مفعول السحر يا كابتن. ادت لعيبه ثقه كبيره بالظبط كده، وانت بتلعب حمل يعني، واخد بالك ازاي؟ طبعا كسبت السعوديه اللي كانت بتكسبك راح جاي في اي حته. عملت ماتش هايل قدام اسبانيا. البرازيل كان ادائك هايل جدا. فده كله الحمد لله اللعيبه خدت ثقه من خلال الماتشات الوديه دي. صحيح. هنيجي للماتشات الرسميه، واخص بالذكر ماتش الارجنتين. كابتن حسام بقى عنده الجرأه كابتن رامي بالنسبه للنواحي الدفاعيه. كان الاول عنده تحفظ جامد قوي بالنسبه للنواحي الدفاعيه، دلوقتي لا، ده هو بيدافع منظم وبقى يهاجم منظم. صحيح. فهو كابتن حسام، لان لو ركز في النواحي الدفاعيه بكل تاكيد، انا بقول لك كده، هنخسر الجيم ده. انا مش عايز اقول كده، لا انا بكلمك كلام مظبوط يعني. فهو طبعا امتلك الخبره دي، وبقى عنده من الخبرات ان هو يقدر يجاري الفرق الكبيره دي بتوازن دفاعي وهجومي. بقى عنده طرق لعب، يحول على طول. اول ما الكره تيجي في رجلنا بتلاقي الكره في نص الملعب يا كابتن رامي، ملعب الخصم. فده كله الحمد لله من الماتشات والنتائج اللي فاتت دي ادت ثقه للاعب المصري. فاعتقد باذن الله ان شاء الله هنبقى عندنا الجرأه باذن الله في ماتش الارجنتين. انا بس تحفظ على حاجه مهمه جدا، ان احنا نركز ما نعملش فاولات كتيره يا كابتن رامي، خاصه بره منطقه الجزاء. عشان كده قلنا لازم كابتن حسام ما نعملش اللو بلوك اللي هو الدفاع المنخفض، لان ده هيأثر على الفرقه كتير. طبعا عشان كده احنا بنقول ايه دايما، كابتن حسام هيحافظ على التوازن بين نواحي الدفاعيه الهجوميه. تمام. ان هو يبدا يهاجم او يبدا يدافع، مثلا لو هيدافع هيدافع من نص ملعبنا. تمام. فبالتالي ده هيبقى بعيد عن منطقه الخطر اللي بيتعرض لها ميسي طول الوقت، هو اللي دي منطقه المشاكل بالنسبه لاي فرقه بتقابل الارجنتين. يعني حضرتك لو شفت المباراه بتاعت الاخيره بتاعت الارجنتين مع كاب فيردي، مع كاب فيردي،
كان كل مشكلتهم ان هم متراجعين جدا لحد 18. عشان كده ميسي جاب جول من جوه ال 18. الاجوال بتاعت وانا بقى مش عايز يا كابتن رامي، ما انا بتكلم عشان كده احنا قلنا ما احنا عشان كده احنا عايز العب كورتي. انا حققت الانجاز وحققت المطلوب مني ككابتن حسام ولاعبين، اسمح لي. فانا دلوقتي انا هلعب عشان كده احنا بنقول يا كريم، وانا لما لعبت تلعب ولا قدر الله لا قدر الله خسرت ضربات جزاء، خسرت 1-0، خسرت 2-1، انا فخور عشان كده بنقول يا كريم، فالعب كورتي. عشان كده بنقول ما يهمنيش، كده بنقول ايه، ما خافش. ما ينفعش كابتن حسام يلعب لو بلوك لتحت عشان ما يديش مساحه لميسي ان هو يقدر يتحرك ويعمل مشاكل للدفاع المنتخب بتاعنا. تمام. فعشان كده يدافع من نص ملعبنا أكيد. ونبدا نضغط من قدام على منتخب الارجنتين عشان نبدا نعمل لهم مشاكل في نواحي الدفاع بتاعتنا. بص يا كابتن كريم، كابتن حسام ما بقاش بيخاف. نعم. الانطباع ده وصل لمين؟ للعيبه. فانت هتشوف يوم الثلاث ان شاء الله هتلعب، هتلاقي جيم، بص هجمه هنا وهجمه هنا، هتلاقي الجيم مفتوح، لان انت لو انت ركزت دفاعيا انت هتشيل. فالكابتن حسام بدليل اخر تغيير عملها كابتن رامي، كان في اصابه في الدفاع ونزل تريزيجيه. لا الاخير ده الولد الصغير ده، لعيب صغير. حمزه عبد الكريم لما نزل مرموش كان مرموش. يعني كله قال لك بس ده احنا مقلقين وخايفين، لا ده نزل عشان يهاجم، وكنا ضاغطين عايزين نيجي بالثاني ونخلص الجيم قبل ضربات الجزاء. والتغيير ده اتاخر يا كابتن على فكره. تمام. ليه بقى؟ لان مرموش ما كانش في حالته، وحمزه وانت عمال بتعمل كروس باس وما فيش حد في ال 18 يلعب بدماغه. مفيش حد بس هو اتاخر، بس الحمد لله برضو ان هو قرا الجيم وعرف ان الراجل ده وقته ان هو يشارك في اخر ربع ساعه. نعم. كلامي ملخص كلامي يا كابتن كريم، حته الخوفان دي خلاص. انا بلاعب الارجنتين اكني بلاعب بلجيكا، خلاص ما بقتش تفرق معايا. انا حسيت دلوقتي خلى الليفل عند اللاعب المصري انا زي اي لعيب. كاب فيردي كمان ادانا الدرس، قال لك انا احرجت انا احرجت الارجنتين. انا الارجنتين بشق الانفس خلت انفانتينو قال لك انا حطيت ايدي على القلب ان انا خايف الارجنتين تطلع. بالظبط كده. فخلاص حته الرهبه دي خلاص اتنزعت من عند اللعيبه المصريه. وخد بالك برضو دي ادت للاجيال اللي جايه، مش للجيل اللي موجود دلوقتي ده. خلاص ما دي بتدي ثقه للعيبه الصغيره يا كابتن كريم. اكيد. فان شاء الله ما فيش خوف باذن الله. انا عندي يقين ان مصر هتعدي الماتش ده لأسوأ ظروف. هنقرف الارجنتين، ممكن نوصل لاكسترا تايم يا كابتن رامي، ممكن نوصل لضربات جزاء، كل شيء وارد في كل شيء وارد في الكوره. بس انا عايز اقول لك يا كابتن والله ده بجد يعني. يمكن كريم قال لحضرتك الكلمه دي وانا قلتها وانت حضرتك مش متقبلها، اللي حته ان هي ماشيه معانا. هي ماشيه معانا مش القصد منها ان احنا بنكسب كده وخلاص، لا ماشيه معانا في حته ايه؟ ان الامور بتاعتنا ماشيه في الاتجاه السليم. السهوله في ان انت بتكسب وبتعدي فرق ومنتخبات انت كنت قلقان منها من اول البدايه. يعني انت كنت قلقان من نيوزيلندا كسبتها. كنت قلقان من استراليا كسبتها. النهارده انت راح هتلاعب الارجنتين ان شاء الله هتكسبها. يا رب. ليه؟ لان زي ما انت حضرتك قلت كده الطموح دلوقتي بقى عند لعيبه عالي. انت دلوقتي النهارده اللعيبه دي عايزه تسطر تاريخ لنفسها ولمحمد صلاح. بيحبوا محمد صلاح جدا الحقيقه. الواحد من اهم الادوار اللي بيقوم بيها في منتخبنا الوطني محمد صلاح. اللعيبه كلها الحقيقه بتسمع كلامه، بيساند اللعيبه، بيعامل اللعيبه ان هم كلهم نجوم، اقل يعني هو اقل واحد في المنتخب تقريبا في تواضعه الحقيقه. فكل ده منعكس على اللعيبه في ادائهم. كلهم عايزين يسطروا تاريخ من جديد وعايزين يعملوا حاجه ليهم قبل البلد كمان. اهم جزئيه بقى في اللي حضرتك قلته الكلمه الجزئيه الاخيره دي ده مباراه العمر يا كابتن رامي. طبعا. انا لعيب كوره عنده طموح. على مسرح دلوقتي كل انديه العالم بتتفرج عليه. العالم كله دلوقتي. يعني انت النهارده عندك امام عاشور من بدايه المباريات، من اول جول جابه قال لك فولهام بيتابعه وبيتكلم عليه كويس جدا وعايز يستحق والله يستحق. امام واحد من افضل لعيبه في المنتخب بتاعنا. واحد لعب في 4-5 مراكز. امام نوعيه مختلفه. امام من افضل اللعيبه تختلف تتفق. هو كواليتي لعيب كويس الحقيقه. امام لعيب كره قدم من الطراز فريد. لعيب عنده الحته بتاعت الجرينتا دي، وعنده حب بلده وحب المنتخب واصرار، وعنده عزيمه وعنده الجرأه وعنده الشجاعه، ويروح ويسدد وجات معاه. فربنا يكرم يا رب، وان شاء الله باذن الله يقدر يسجل ويقدر يحرز هدف في المباراه القادمه. كابتن مصطفى التشكيل تسمح لي بس بثانيه واحده بس. محمود صابر اللي هو احرز ضربه الجزاء. الراجل ده انا من خلالك انا ببعت له 100 تحيه يا كابتن رامي. الراجل ده انا حتى في اخر دقيقه يا كابتن رامي، ده انا حتى قلت في حد نازل في اخر دقيقه يا كابتن. انا ماسك كوره. انا قلت حتى حد في الاستراحه قبل ضربات الجزاء هيدوا له الكوره يلمس بتاع عشان ياخد حساسيه اللعب. فكون ان هو يخش واول لمسه ليه يسجل دي كان مفتاح لينا. خلي بالك يا كابتن، عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، حاجه مهمه ونقطه مهمه، ان محمود صابر لعب كاس عالم شباب
ده اداله ثقه كبيره جدا. تمام. لعيب عنده امكانيات جيده جدا في الفينش على الجول، ودي الحاجات اللي هو مميز بيها بشكل كبير. واحد طبعا من اللعيبه المهمه. خلينا اقول لحضرتك كمان حاجه مهمه قوي. شفت ضربه الجزاء بتاعت صلاح؟ دي انت عارف محلل الاداء جاب صلاح وورى له. هو بصراحه ورى له الكره دي، هو ورى كل اللعيبه ما شاء الله، لان دي كانت اخر ضربه جزاء لحارس المرمى. كابتن رامي قول لي التشكيل في دقيقه كده سريعه. التشكيل في تشكيلين. التشكيل الاولاني لا لو لا 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 قول تشكيل واحد ولا عشان اروح لكابتن مصطفى تشكيل تاني. خليني اقول لك انا لو انا هلعب مكان كابتن حسام، لو كريم حافظ مش جاهز بشكل كبير، انا هلعب بثلاثه. العب ان شاء الله يكون جاهز حسام ورامي وياسر ثلاثه، والعب محمد هاني وتريزيجيه، والعب في نص الملعب مروان عطيه ومهند لاشين وحمدي فتحي، والعب باثنين مرموش وصلاح. انا اعمل كده صح. سوري، مكان حمدي فتحي امام عاشور ومهند مكان حمدي يبقى مهند ومروان وامام. صح كده. كده صح. والعب وهتلاعب تريزيجيه، محمد صلاح. محمد صلاح ومرموش. صلاح يميل شويه ينزل تحت، مرموش ينزل شويه تحت. عندك هيلعب 3-5-2. 3 في الدفاع، 5 في قلب الملعب. عندك 3 هاني ومروان عندك 3 ورا، 3 ورا حسام عبد المجيد ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. وهلعب محمد هاني ناحيه اليمين، وهلعب ناحيه شمال تريزيجيه، وهلعب في نص الملعب مروان ومهند وامام عاشور. وهلعب بصلاح ومرموش 2 مهاجمين. واحد بيبقى مهاجم لما تبقى معانا كرة 2 مهاجمين. مع صلاح بيدخل في قلب الملعب، وناحيه اليمين محمد هاني، ويبقى بيزيد ناحيه اليمين يا امام عاشور يا اما مهند لاشين، وناحيه الشمال بتاعتنا بيجي تريزيجيه بيبقى وينجر تاني. كده تريزيجيه هيلعب وينجر كامل، هيلعب وينج كامل، وينج يمين يعني مهاجم ومدافع في نفس الوقت. كابتن مصطفى تشكيلك اللي انت تتوقعه لهذه المباراه، كابتن حسام هيفكر ازاي؟ هيلعب بمين؟ طبعا الكابتن حسام مليون في المية هيبدأ بالناس اللي بدأت ماتش استراليا. بس أنا لو أنت بقى بتاخد رأي الفني، أنا كان ليا رغبة لو تريزيجيه بدأ في الثلاثة في الهجوم، بعد طبعا شوبير وكريم حافظ ورامي ربيعه. بس تريزيجيه لو هيلعب باك شمال، يعني هيلعب باك شمال، هيلعب وينج شمال، هيلعب على الخط كله، وينج هيلعب باك وينج. يا كابتن هيلعب وينج ليفت صريحه يا كابتن كريم. ماشي تمام. هو عايز يلعب 4-3-3 اللي هو بيلعب بيها كابتن حسام. هو ده اللي رامي ربيعه يميل للباك شمال. الله ينور عليك. هقول لحضرتك ليه بقى هنا. طيب. في الشوط الاولاني انت اديت برضه. طب كمل لي بس التشكيل وهرجع لك تاني. في نص الملعب امام عاشور، مروان ومهند. مين قدام؟ انا من رايي انا هيبدا محمد صلاح طبعا، ومرموش وتريزيجيه ناحيه الشمال. اكيد. انا رايي انا كده، لان هتبقى عندك نزعه هجوميه في البدايه. فيه هرجع لك فيه، بس ماشي. خليني اروح لمكالمه يمكن انا كنت محتفظ بيها، لان هي بالنسبه لي انا بتبقى تميمه الحظ، وبرده واحد من الناس اللي حب مصر ده بيجري في عروقه، بيحب بلده قوي قوي قوي، وعنده استعداد ان هو يعمل اي حاجه عشان بلده وعشان مصلحه بلده ومنتخبات بلده. يمكن كان ليا شرف ان انا استضيفه قبل كل مباراه لمصر في نسخه كاس الامم اللي كانت في الكاميرون، وما فيش توقع فلت منه. في عز ما كنا احنا بنقول ان مش متفائلين وهنخسر، كنت كل ما اكلمه يقول لي يا كريم سجل عندك وبكره نتكلم، احنا هنكسب، احنا متأهلين ورايحين للدور ال16 ودور ال8، وكملنا لحد ما كل توقعاته كانت سليمه. رحبوا معايا بسياده النائب محمد اسماعيل، رئيس مجلس اداره ومالك قنوات هي وقناه الحدث اليوم. تحياتي سياده النائب لحضرتك، وتحيات كابتن مصطفى وكابتن رامي. تحياتي يا استاذ كريم وضيوفك الكرام حبيبي، اللي النهارده انتم بتقدموا حاجه رائعه جدا، يعني التفاؤل الكبير اللي احنا دايما ابدا بننشده من الاعلام المصري والاعلام الرياضي خاصه. نعم. لان احنا فوجئنا ان الكابتن يعني حسام حسن منذ ما تولى يعني مهمه يعني قياده المنتخب المصري كمدير فني، حجم الانتقاد اللي وجه ليه اكتر مما وجه للمدربين الاجانب. نعم. اللي ما عملوش حاجه مع المنتخب تتحسب. يعني لما نراجع النهارده الكابتن الجوهري، او نراجع النهارده حضرتك الكابتن حسن شحاته، يعني حسن شحاته، نشوف النهارده النتائج 3 بطولات افريقيه. نعم. حاجه تاريخيه. كابتن حسام حسن بصراحه اداء متميز في الوديات، لما يعني مباراته قدام البرازيل او مباراته قدام اسبانيا
وقعدت الناس تتكلم عليه، لا ده حد فاهم كوره، حد عارف بيعمل ايه. ولما دخلنا بلجيكا كانت التوقعات كلها ان احنا بعاد خالص، كان في تعادل وتقدم مصر، بل بلجيكا بتتعادل معانا وكنا ممكن نكسب. اكيد. الجرأة اللي شفناها في اللعيبه المصريه لم نراها في الاطلاق في اي مشاركات قبل كده في كاس العالم. نعم. اللاعب المصري النهارده بيقابل يعني لعيبه محترفه في انديه كبيره جدا، تحس ان هو راكب عليه، تحس انه مش قلقان، تحس انه النهارده عنده روح قتاليه ما كانتش موجوده. لا المنتخب النهارده بيلعب بروح كبيره جدا جدا، يعني حقيقه مختلفه كل اختلاف عما سبق. فصدقني اول حاجه ان الاوان النهارده ان كابتن رضا عبد العال وغيره يعتذر لحسام حسن، رساله مهمه جدا تمثل يعني اعتراف النهارده بالخطا حتى في الموقف الحالي، ان احنا نهاجم حد يعني راجل النهارده عمل نتائج ما حصلتش ونقول اصل فرق ضعيفه. ما احنا كانت مشاركتنا قبل كده في فرق كانت ضعيفه جدا وما حققناش يعني في البطوله اللي قبلها والبطوله اللي قبلها 90. لا لا والله بجد اكيد يا سياده النائب. نشكركم، انا سبب ان انا ادخل معاكم النظره التفاؤليه سواء من الكابتن رامي واخد بال حضرتك او الكابتن مصطفى، لان بصراحه يعني حقيقه لا الاعلام اللي فيه يعني تفاؤل، اللي بيبعث لينا الامل، اللي بيكلمنا النهارده عن طموحاتنا ان احنا ممكن نكسب الارجنتين ان شاء الله. حضرتك والارجنتين فرقه تقيله جدا على فكره، حقيقه فرقه النهارده مش ميسي بس، لا كل اللعيبه بتلعب كويس جدا. شفنا في مباراه كاب فيردي النهارده يعني اللعيب بيسجل من زاويه صعبه جدا، وتمكن تاخر يعني ان الدفاع يضغط من البدايه كان سبب الجول الثاني، وده يخلينا حته مهمه جدا قدام الكابتن حسام حسن، لازم يضغط في اي مسافه، ما يسمحش للتسديدات على المنتخب المصري على الاطلاق، لان هم بيسددوا من زوايا ضيقه وبيسددوا في سقف الجول مش في مسافه يعني يتوقعها حارس المرمى، فبالتالي الفرقه دي بتشوط كويس جدا جدا سواء ميسي او غيره من اللعيبه المختلفه. لا عندهم تيم قوي جدا جدا جدا. لو حققنا فعلا دفاع قوي ثم نلعب على المرتد هنقدر نعمل حاجه، وان شاء الله تعالى ربنا يكرمنا. نتمنى من ربنا المبادره تكون لينا ونحافظ عليها عشان نعدي، لان ده امل يعني حتى التوقع صعب جدا، لكن فعلا اداء المنتخب المصري يخلينا كلنا واحنا بنتوقع، وكل يعني نقاد الرياضيين والناس اللي بتتكلم عن الكره المصريه اصبح عندها امل تتكلم النهارده ازاي نكسب الارجنتين. اللي عملته المغرب في البطوله السابقه والبطوله الحاليه يدفعنا كمان، وخاصه احنا الفرقتين الافريقيتين الموجودين دلوقتي في دور ال 16 ان شاء الله تعالى نكون في دور الثمانيه باذن الله تعالى، ونبارك للمنتخب المصري اللي حقق على فكره قبل حتى المباراه اللي جايه حقق انجازات غير عاديه. فتحيه لابطال مصر كلها من كل اللعيبه ومن كل الناس المحترمه، والاداء اللي على فكره الفني والنفسي اللي بيديره حسام حسن وابراهيم حسن لما لقيناه بيدافع عن محمد هاني وبيتكلم عليه ده دلاله كبيره جدا جدا ان النهارده المدير الفني ما بيحملش المسؤوليه لاي حد، بيتكلم عن فريقه ان كلهم رجاله، عن الناس رجاله. الجرأة في المشاركات النهارده اللعيبه جديده يعني حاجه متميزه جدا. نتمنى ان شاء الله تعالى التشكيل اللي جاي بعد ما شفنا هيثم حسن بالتألق الكبير، وشفنا النهارده يعني لعيبه متميزه، كريم حافظ ومن قبله برضه يعني كده لاعب الزمالك المتميز ايضا اللي اصيب للاسف شديد بالضمه، لكن لا احنا ان شاء الله هنعمل نتائج كويسه جدا وهنحتفل يا كريم باذن الله تعالى. وبحيي مره ثانيه على فكره يعني نجومك، وانا شايف ان الاعلام المصري توجهه كلها وخاصه بعد مباركه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ليهم شخصيا، يعني اصبح النهارده اعلام داعم، اعلام بياخد النهارده من سنه نبويه بشروا. فاحنا كلنا ان شاء الله تعالى هنستبشر خير باذن الله تعالى، ومنتخبنا يوم 7 الساعه 7 هنفرح بيه كلنا ان شاء الله تعالى، عشان يبقى تاريخ كبير جدا لينا باذن الله تعالى. المباراه صعبه جدا جدا جدا، لكن احنا المصريين قادرين يعني زي ما حط خط بارليف ان شاء الله تعالى قادرين على العبور الثالث والرابع ان شاء الله تعالى، ونكون في يعني دور يعني ربع النهائي ان شاء الله تعالى، مش نصف النهائي كمان ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم، كل سنه وانتم طيبين يا فندم. وحضرتك طيب، بس انا محتاج التوقع. هنقول له حاجه كمان يا ست النائب. والله هو صعب جدا. اتمنى على فكره يعني ان احنا نطلع متعادلين ونروح لضربات الجزاء ونعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله تعالى باذن الله. وعلى فكره انا في حته اقولها لك، يعني الكابتن مصطفى شوبير رائع جدا جدا جدا. اكيد والله. بس انا على الرغم من ذلك كنت اتمنى يعني في ضربات الجزاء يعني نبص شويه على يعني فريق الكوره والراجع النهارده في الدوريات النهارده بيشارك في ضربات الجزاء شويه، لان يعني مصطفى شوبير
يعني كانت تحركاته مش بنفس التحرك في الجون اللي صده قدام ايران. فاهم كوره يعني أكيد. اللي هو ضربه الجزاء قدام ايران. فاتمنى الفتره اللي جايه يكون في استعداد مهم جدا وتدريبات قويه جدا للكابتن مصطفى شوبير أكيد. في توقعات ضربات الجزاء عشان نقدر نعمل حاجه، وان شاء الله تعالى نستريح ونكسب يعني ونفرح كلنا يعني بالانجاز الكبير جدا ان شاء الله تعالى، وننافس على الثالث والرابع باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن رامي عايز يوجه لحضرتك سؤال كده سريعا، معلش انا بتاعل على حضرتك. صباح الفل يا سياده النائب. يعني صباح الفل يا كابتن رامي. سيادتك ما سبتلناش حاجه نقولها خلاص. لا العفو والله، انا مبسوط جدا على فكره بتحليلكم وتوقعك وجرأتك النهارده وانت بتتكلم ان احنا نكسب الارجنتين، وده يعني منتهى الدعم حقيقي والله. انا عايز اقول لسيادتك والله حضرتك قلت كل حاجه جميله وكل حاجه حلوه، ودعم حضرتك ده من الحاجات المهمه جدا. وطبعا يعني بعد التحليل الاكثر من رائع ده بنتمنى حضرتك بقى بعد المباراه نبقى موجودين كلنا مع كريم كده في الاستوديو عشان تحليل سيادتك عجبني الحقيقه. شرف ليا والله يعني الكابتن الجميل المحترم جدا اللي هو بيتكلم ومستبشر ووشه مبتسم. انجاز كبير جدا عمله الفريق المصري حقيقه كده. النهارده المنتخب المصري حفر اسمه كقوه افريقيه موجوده في مشاركات كاس العالم في البطولات الافريقيه، وان شاء الله تعالى ربنا يكتب لنا يا رب، يكتب لنا يا رب فرحه المصريين كلها اللي احنا لمسناها بعد استراليا. وانا دايما يا كريم بحب حاجه جدا بحس فيها توقع، لما خرج حد من لعيبه استراليا اتكلم عن المنتخب المصري بنوع هزلي قلت احنا هنكسب البطوله، وحصل والله. على فكره اقول لحضرتك حاجه، انت قلت حته على توقعاتي. كنت انا قاعد وكانت معايا زوجتي ومعايا الاولاد لاول مره اتفرج مع ماتش مع اولادي كلهم. فلما جه شوط اللعيب اللي هو ضيع الكوره ثاني مره، قلت لهم الراجل ده هيشوطها عاليه في الجول. حصلت والله في لحظه اقل من حوالي 7 ثواني. انا عشت معاك ده، فحسيت بجد ان خير والله. انا عشت وعارفه يا سياده النائب. كابتن مصطفى حبيبي والله ربنا يعزك ويبارك فيك. حاجه اتفضل كابتن مصطفى بس مع حضرتك. شرف ليا والله، شرف ليا. الله يكرمك الله يكرمك. مساء الخير يا سياده النائب. مساء الفل يا فندم، منور شاشه الحدث اليوم والله. من امريكا على قناه الحدث يا فندم. ده شرف ربنا يبارك فيك. الحدث اليوم ده قناه في الرياضه ما شاء الله، وتوجهها توجه رائع لان المذيعين عارفين ايه يعني حب مصر وايه حب الجماهير. دي توجيهات حضرتك وتعليماتك كلنا ملتزمين بيها. مش محتاج احنا نوجه حد. لا الناس النهارده كل اللي شغالين عندهم باعث وطني اسمه دعم منتخبهم. دعم النهارده يعني حاجه فرحتنا كلنا. ما نجيش النهارده نطلع فيها بقى افكارنا بقى عشان نعمل ترند. لا انا كتبت على فكره بوست والله، وكل سياده النائب برضه ابشر حضرتك يذهب الترند وتبقى انجازات مصر على فكره. يعني برضه عشان ابشر حضرتك، وحضرتك بتحب دوت وبتحب اللحمه الواحده وكلنا نتلم وكلنا نبقى على قلب رجل واحد. كل الناس حتى اللي كانت بتهاجم وكابتن رضا عبد العال المحترم، كل الناس رجعت دلوقتي بعد كلام فخامه الرئيس كله مع المنتخب كله مع الجهاز، كلنا ان شاء الله على قلب رجل واحد. اتفضل كابتن مصطفى. سياده النائب حضرتك قلت حاجه مهمه جدا يمكن انا ذكرتها في البدايه مع كابتن كريم. استلهام روح اكتوبر. انا لما انا شفت المعسكر بعيني يا سياده النائب، فقلت لكابتن كريم الروح اللي انا شفتها لخصتها له، اللي انت هتشوف يوم الثلاث 90 دقيقه بروح اكتوبر. حضرتك اكدت كلامي بعبور خط برلين ان شاء الله. والله يا كابتن توافق افكار يعني. انا بصراحه دفعتني. انا بشكر حضرتك اللي انت اكدت كلامي بس يعني. لا هو حلقه رائعه، واحنا نتمنى دايما وابدا كل الرياضيين النهارده لما يكون في مشاركه للمنتخب يعني كلنا نكون خلف المنتخب النهارده بجد. حتى لا قدر الله في اسوء الظروف لازم كل الجماهير تطلع تستقبل بعثة المنتخب في المطار. واتمنى من اتحاد الكوره يبادر النهارده باعلان تجديد عقد الكابتن حسام حسن، لان بصراحه الكابتن حسام حسن عمل انجاز كبير وكنا عملنا المبادره دي يعني. الكلام ده كان مع الكابتن تامر عبد الحميد. اتمنى ان اتحاد الكره يستمع لهذا الصوت ويجدد العقد مره ثانيه للكابتن حسام حسن وابراهيم حسن والجهاز اللي معاهم ككل، لان حققوا انجاز مصري باذن الله تعالى هنكسره بكره وبعده لغايه ما ناخد كاس العالم ان شاء الله. كابتن حسام يا فندم مكمل معانا خلاص لما لا نهايه. ان شاء الله تعالى يا رب. ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. المدرب الوطني محتاج فرصه والله، واتمنى الفتره اللي جايه والله يا كريم حاجه انا قلتها معاك زمان، موضوع ال5 لعيبه المحترفين في الدوري المصري يبقى 2 لعيبه اجانب فقط. ليه بقى؟ انا بعيد عن الاهلي يكسب الدوري، الزمالك يكسب الدوري، بيراميدز يكسب الدوري، لو 2 لعيبه بس. انا النهارده اللعيبه المصريه هتكون ليها فرصه للمشاركه، وبالتالي في قماشه واسعه امام المدير الفني للمنتخب المصري نشوف عنده لعيبه بشكل اكثر كفاءه وامكانيات قدامه، وبالتالي النهارده ده يعود بالنفع على المنتخبات. وفي نفس الوقت ناحيه اقتصاديه نوفر يا عم الدولار، والناس اللي كل يوم ترفع قواضي على الانديه وغرامات وتعويضات. اللاعب المصري يستحي ان يرفع على ناديه اي مشكله، وسهله بتتحل بسرعه.
للمدراء الفنيين النهارده ابناء الانديه المصريه، كل واحد فريق النهارده شفت مشاكل المدراء الفنيه مع النادي الاهلي، مع النادي الزمالك، مع انديه كبيره جدا، ادوا فرصه لابناء مصر. هنالك طاقات كبيره جدا احنا لمسناها في الكابتن حسام حسن وغيره، قبل الكابتن حسن شحاته والكابتن حسام البدري. والنهارده انت شفت النهارده فرصه الزمالك لما ادى الفرصه لمدرب وطني زملكاوي في ظروف صعبه. الزمالك النهارده والقيد مغلق حصل على بطوله الدوري. اكيد هو الجرأه ومجلس الاداره يكون خلف المدير الفني لكل فريق هنحقق، لكن نتخيل بقى مدير فني في الدرجه الثانيه، لعيب اجنبي في الدرجه الثانيه. يا عم حرام عليكم، ادوا فرصه للشباب، والله ده فرصه النهارده للناشئين عشان يكون عندنا لاعب عنده 18 سنه زي زي اللعيب حسام حسن بجرأه خده معاه منتخب. فده مهم جدا جدا الناشئين يكونوا موجودين، القماشه توسع. عندنا 110 مليون، اكيد فيها مواد كتيره جدا والله. اكتر بكتير جدا من اللعيبه الاجانب اللي بتكون في الدوري المصري. اكيد. انا عايز اقول حاجه بس اكد على كلام سياده النائب، اكد على كلام سيادتك يا معالي النائب، ان لما الدوري السعودي بدا يستقطب 7 لعيبه و9 لعيبه، ده اثر كتير جدا على المنتخب الوطني. لما قطر عملت جلب للعيبه الاجانب بعدد اكبر من المسموح ل7 و8 و9 لعيبه للدوري، ده اثر على المنتخب، وده شفناه في بطوله كاس العالم. فكنا بنضم صوتنا لصوت سيادتك وبنقول ان احنا فعلا لابد ان هو يبقى عندنا عدد المحترفين 3 زي ما كانت في السابق يعني. اكيد اكيد. سيادة النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب المصري، مالك قناة هي وقناة الحدث اليوم، ورئيس لجنة الاستثمار في واحد من أكبر الأحزاب في مصر، حزب مستقبل وطن. بشكرك شكرا جزيلا، وكلمات حضرتك وثنائك على برنامجنا وعلى حلقتنا، وان انت تشرفنا بهذه المداخلة شرف، وكلامك عني أنا شخصيا وسام على صدري، وانت أخ أكبر ودايما برجع لك في كل حاجة، وعمري ما انسى فضلك ووقفتك معايا، ودايما بتعلم منك. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه جدا. وقتنا خلص، لكن كلامنا في الكوره عمره ما هيخلص. في النهايه لا يسعني غير ان اوجه الشكر لضيوفي وضيوف حضرتك الكرام. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. حبيبي كريم، انا دايما بتشرف بتواجد معاك، وطبعا شرفت بكابتن مصطفى. حبيبي كابتن مصطفى، شرفتني ونورتني، شكرا جزيلا. انا كمان والله خاصه انا اول مره اشوف رامي، فسعيد مش اخر مره، سعيد جدا بوجوده. بس دايما كنت بشوفه من نيويورك يعني، مش كنت هو متألقين دايما يعني. ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين بشكركم، وعلى امل ان يتجدد اللقاء مع حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس هذا الموعد في كلام في الكوره. اشوفكم على الف خير.